بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. إيه الأنشطة اللي تفرّحهم وتخلّيهم مبسوطين؟ من ضمن الأنشطة اللي بتفرح كبار السن إن هم يقعدوا مع العيلة بتاعتهم، يقعدوا مع الأبناء، يقعدوا مع الأحفاد، يقعدوا يحكي لهم عن الذكريات بتاعتهم وهم صغيرين، يقعدوا يلعبوا مع الأحفاد مثلًا أي ألعاب بقى مثلًا كوتشينة، طاولة، شطرنج، أي ألعاب بسيطة. ده من الحاجات اللي بتسعدهم وبتفرحهم. بيسعد برضه كبار السن إن هم يكون ليهم دور في المجتمع. يعني مثلًا إيه، يعني إن هم يرعوا مثلًا الأحفاد، يبقى ليهم أي أنشطة يعملوها خصوصًا بعد طلوعهم على سن المعاش. فمهم جدًا حتى لو هم ما بيتحركوش أو ما بيخرجوش من البيت إن إحنا نشغلهم بحاجات يعملوها خلال اليوم. يعني مثلًا إن شاء الله حتى زرع في البيت هم يكونوا مسؤولين عنه. مثلًا يرعوا الزرع ده، يرووا الزرع، يبقوا مثلًا مسؤولين عن حاجات مثلًا زي مثلًا الست تطبخ، تفصّص الأكل، تجهّز الأكل، الطبيخ، تطبّق غسيل. يعني يبقى ليهم نشاط في البيت إن شاء الله حتى نشاط بسيط، بس يحسّوا إن ما ليهم قيمة وليهم دور وفي حاجة هم بيعملوها وهم في البيت. الحاجة التانية من الحاجات اللي بتفرحهم برضه إن هم يخرجوا ويغيّروا جو، يروحوا جناين، يروحوا يبقى ليهم أنشطة بيعملوها. بيفرّحهم برضه إن هُم مثلًا ممكن يقعدوا في البلكونة، يشربوا فنجان قهوة، كوباية شاي، يشوفوا الخُضرة، يشوفوا الناس. يفرّحهم برضه الزيارات من الأهل والأقارب، ويحبّوا جدًا بيقعدوا مع الناس اللي في سِنّهم زي إخواتهم مثلًا، عمام، خِلان. الحاجات دي برضه كُلّها بتسعدهم جدًا وبتبسطهم. بيساعدهم برضه شوية الأنشطة الذهنية اللي بتتعمل برضه بتبقى مهمة وبتنشّط مخّهم، ودي من الحاجات برضه اللي بتبقى بتساعدهم، زي مثلًا أي أنشطة سودوكو، كلمات متقاطعة، أي أشغال يدوية، كروشيه، تريكو. دي بتحسّن الmood والمزاج وبتحسّن الذاكرة وبرضه بتبسط جدًا كبار السن. بيساعدهم برضه ممارسة الهوايات اللي هم ما كانش ليها وقت بيمارسوها قبل كده وهم أثناء فترة شغلهم. زي مثلًا رسم، تلوين، كروشيه، تريكو. أي هواية هو كان بيحب يعملها قبل كده ممكن يبتدي يمارسها في فترة طلوعه بقى على المعاش بعد ال60. برضه بيحبوا جدًا إن هم يتكلموا عن الذكريات بتاعتهم القديمة، فبرضه نخلّيهم يقعدوا يتكلموا عن ذكرياتهم مع الأحفاد ويحكوا لهم عن ذكرياتهم. ودي برضه بت بت أولًا بتفرّحهم هم، زائد بتفيد الأحفاد إن هم بيدّوهم من خبراتهم ومن خبرات السنين اللي فاتت. بيسعدهم برضه إن هم لو بيحبوا هم الحيوانات الأليفة، القطط، الكلاب، العصافير. في حاجة اسمها pet therapy. دي برضه من الحاجات اللي أولًا بتحسّن مودهم ومزاجهم، وفي نفس الوقت بتخلّي برضه الذاكرة والتركيز عندهم بيتنشّط. برضه بيسعدهم جدًا الاستماع للموسيقى، الإذاعة برضه الأغاني بقى القديمة، عبد الحليم وأم كلثوم. في بعض الناس بيحبوا الحاجات الروحانية، يستمعوا لإذاعة القرآن الكريم. دي برضه من الحاجات اللي بت بت بتفرّحهم يعني وبتسعدهم. فكل الحاجات دي أنشطة بتحسّن الذاكرة وبتحسّن الmood والمزاج وفي نفس الوقت بتفرّح كبار السن. مستنية أسئلتكم واستفساراتكم في الcomments وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير.